25,000 حبة مهلوسات اللي جات على متن سيارة 3008 هذه السيارة اللي راهي أمامنا، هذه اللي راه مرفوع لها الكابو هذا تاعها الصندوق الخلفي، هذه 3008 هي اللي جات معمرة بالمهلوسات 25,000 حبة مهلوسات. إذن هذا السيارة 3008 جات من مارسيليا، شحنها ترانزيتار اسمه مخلوف في مارسيليا معروف، هو اللي بعث السيارة هذه 3008 مع واحد الشاب اسمه رضوان، استغفر الله دخلت ما بين مروان اسمه رضوان. هذا كاين واحد شاب اسمه رضوان، خدمته حسب المعلومات اللي درتها، لأننا الموضوع تكلمت عليه بالأمس كخبر، لكن التحريات وصلت اليوم بالأمس، واليوم نجمع التحريات باش نعطيكم حقيقة. هذا رضوان خدمته كل سمانة طالع هابط لمارسيل، يطلع لمارسيل يجيب سيارة يخلصوا مولاها 500 ولا 600 أورو ولا 1000 أورو، يدخلها ويجيب معها كما شوية تفاتف هدايا كما قاش هكذا يسترزق. هذه خدمته. المعلومات اللي عندي أنه هذا رضوان تقريبا عنده حوالي 10 سنوات، هذه خدمته. التحريات اللي عندي اللي وصلتني هو أنه فيه شبكة لتهريب المخدرات وتهريب بما فيهم الكوكايين، خدموها مارسيل. هذه الشبكة من بين عناصرها اللي شدوهم في وهران. في التحقيق قال لهم يا ودي راه كاين جماعة في مارسيل نعرفوهم راه ثاني يدخلوا في المخدرات في سيارات، والسنة الجاية راه كاينة طوموبيل 3008 وها كيفاش المواصفات تاعها راهي مدخله الكوكايين، مدخله المخدرات راهي يدخلوا. إذا الشرطة تاع وهران عندهم معلومات أنه فيه سيارة راهي جاية من مارسيل على متنها كمية كبيرة من المهلوسات اللي هي حوالي 25,000 حبة.